مشاهدي الأكارم، طبتم مساء وكل عام وأنتم بخير. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية ونستهلها بالعناوين. نيافة الأنبا ديسغروس يوجه كلمة بمناسبة عيد القديس يوحنس. تنظيم حفل في سنبل بمناسبة عيد القديس يوحنس. تنظيم ورشة عمل عن اتفاقات العمل المشتركة. ودعوة لتعزيز دور المجتمع لرعاية أسر الشهداء. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. وجه راعي الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية نيافة الأنبا ديسقروس الرابع كلمة إلى الشعب الإريتري بمناسبة عيد القديس يوحنس، وهنأ نيافته الشعب بالانتقال من سنة ماتيوس إلى سنة مارقوس، متمنيا أن تكون سنة سلام واستقرار، وأوصى بمناسبة هذا العيد المجيد للتكافل مع المحتاجين ومساعدتهم. وقدم نيافة الأنبا توضيحا عن الخلفية التاريخية لعيد القديس يوحنس، وقدم تمنياته وتبريكاته بالطمأنينة والرحمة للشعب الإريتري في الداخل والمهجر وأعضاء قوات الدفاع العاملين في التنمية وإعمار البلاد والشفاء للمرضى. نظم حفل فني في منطقة سنبل بالتعاون مع إدارة الإقليم الأوسط ووزارة الإعلام بمناسبة عيد القديس يوحنس، وبثت مباشرة عبر التلفزيون وإذاعة صوت الجماهير الإريترية. وهنأت مديرة منطقة سنبل السيدة ستوم سعيد في الحفل الذي شارك فيه حاكم الإقليم الأوسط السيد كحساي جبرهوت ومسؤولون في الحكومة والجبهة وسكان سنبل. هنأت الشعب الإريتري في الداخل والمهجر وقوات الدفاع الإريترية بالعيد المجيد، وقالت إن أعيادنا الدينية انعكاس لتعايشنا ووئامنا، ويجب الحفاظ على هذه القيم ونقلها للأجيال الحديثة. هذا وقد أحيت الحفل فرقة السالين الفنية بباقة من الأغاني الجميلة والرائعة. عقدت الكونفدرالية الوطنية للعمال واتحاد أصحاب الورش ورشة عمل يومي 9 و10 من سبتمبر الجاري في أسمرة لبحث اتفاقات العمل المشتركة. وأوضح نائب رئيس الكونفدرالية الوطنية للعمال السيد سقاي مغوث في الورشة التي حضرها خبراء من منظمة العمل الدولية وأعضاء الكونفدرالية واتحاد أصحاب العمل ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية، وأوضح إجراء مفاوضات ناجحة من قبل مع العلاقات الثلاثية، لكن هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها ورشة عمل بين الكونفدرالية الوطنية للعمال واتحاد أصحاب العمل، والتي ستعزز العلاقة بين الجانبين. وقال رئيس اتحاد أصحاب العمل السيد يماني تسفاي إن الاتفاق المشترك بين العمال وأصحاب العمل ليس جديدا في إريتريا، غير أن من المهم خلق أرضية للحوار المشترك وتبادل الآراء والأفكار بالعمال والارتقاء بالتعاون في العمل. دعا مسؤول مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم عنسبة السيد جرماي بخراسيل للدفع بالتعاون الفردي والجماعي الذي يقوم به الشعب لإعالة أسر الشهداء. وقال إن الحكومة تقدم دعما منتظما لأسر الشهداء لتخفيف العبء المعيشي عنهم، إضافة إلى دعم الشعب في الداخل والمهجر بالمال والنفير، داعيا للدفع بهذا الدعم بشكل أكثر تنظيما. وأوضح عن تقديم دعم بأكثر من 20 مليون نغفة لإعالة أكثر من 12 ألف أسرة شهيد في النصف الأول من هذا العام، وتقديم إعانات مرسلة من الإريتريين المقيمين في المهجر بمبلغ بلغ أكثر من مليون نغفة ل79 أسرة من جملة 135 أسرة شهيد ستحصل على الإعانة لاحقا. وأشار إلى تأهيل 66 أسرة شهيد عبر دعمها بالماشية وصرف مبلغ 1,500,000 نغفة لتحسين حياتها المعيشية وإيواء 8 أيتام في دار الأيتام
بمدينة كرن. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة وكل عام وأنتم بخير.